في الواقع أداء السباقين البريطانيين كان متواضع، لدرجة يا صديقي العزيز إن واحدة من شركات أوروبا لصناعة العجلات رفضت إن هي تبيع العجلات دي لبريطانيا خوفا من إنها تسبب ضرر في مبيعاتها، لأن كده الحركة دي هتشوه صورة الشركة في أوروبا كلها، إن أوروبا كلها تاخد فكرة عن الشركة دي إن لأ دي عجلاتها وحشة وبتبوظ بسرعة، فعشان كده هي خافت إن هي تبيع العجلات دي للإنجليز. الله، يعني هم يفضلوا يعيطوا كده ويحزنوا وما يعملوش حاجة؟ هنا بقى ايه يجي دور ديف بريلسفورد، ويا ترى بقى ديف بريلسفورد عمل ايه يخليه يكون مختلف عن المسؤولين اللي كانوا مسكوا قبله؟ ده اللي هنعرفه ان شاء الله الفيديو اللي جاي. سلام.